بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ولادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجيلكم بحاجة جديدة برضك. هنعمل جلاش باللحمة المفرومة. المرة اللي فاتت عملنا جلاش بالجبنة، يا رب يكون عجبكم. النهارده هنعمله باللحمة المفرومة، بس أنا ما عصقتش لحمة فهحطها قدامكم عشان أنا عندي لحمة مفرومة اوريدي جاهزة. المرة الجاية إن شاء الله لو عملناه مرة تانية إن شاء الله وخلينا عمر هنبقى نعمله مع بعض. جبنا بصلتين، الموضوع سهل وبسيط برضه. نص كيلو لحمة، بصلتين كبار، آه، كام معلقة زيت أو سمنة، بس أنا بفضل الزيت عشان الأكل ميبقاش تقيل، عشان اللحمة أصلا فيها دهون أوريدي يعني. وهنحط توابل بقى، ملح وفلفل وبهارات لحمة، ولو عندنا حبهان مطحون هنحط. طبعا زي ما اتفقنا بنحط ربع معلقة كركم. أنا في أي حاجة فيها لحوم بحط فيها الكركم زي ما اتفقنا، وفلفل أسود أساسي وبهارات لحمة. تمام. وهنسيبهم على النار. أنا بحط البصل مع اللحمة مع بعض، إن شاء الله ما نعملها مع بعض هتشوفوا. هنحط اللحمة مع البصل كله مع بعض مع التوابل وكله، ونقلبهم على النار لحد ما يستووا يبقوا ايه بالشكل ده. بعد كده هنعوز زيت عشان توريق الجلاش زي ما اتفقنا المره اللي فاتت في الجلاش بالجبنه. ان احنا نسقي الجلاش في الاخر بيضه عليها فلفل اسود، ربع معلقه ملح مش كتير عشان اللحمه فيها ملح، ربع معلقه صغيره، ونص كوبايه لبن. تمام. دي نبتدي ان شاء الله كده. توكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نبتدي ناخدها في النار. لازم برضك الصينية دي صغيرة، الإزاي الكبيرة كنا عاملين فيها اللي هي البايركس اللي كنا عاملين فيها الجلاش بالجبنة. لو مش عايزة تعمليها في الكبيرة اعملي، صغيرة تعملي، يعني حسب احتياج أو حسب عدد أفراد الأسرة. أو يعني في ناس عندي بيحبوها بالجبنة وفي ناس بيحبوها باللحمة. أنا إيه بس معظمهم بيحبوها بالجبنة. نفتح أول ورقة، بسم الله. أول ورقة دي مش مشكلة، ببقى ثاني ورقة ناخد ورقتين مع بعض وننجز في نفس الوقت. ايه احنا قلنا بالتجربة من ورقتين، الخضرة دي صغيرة كده برضك عشان تبقى مورقة، عشان أكني كده أنا عملتها 4 غير ايه البايركس الكبير، الخضرة الكبيرة. هنقعد بقى كده لحد ما نخلص نص لفة الجلاش، وبعد كده نحط ايه اللحمة. خلاص حطينا اللحمة، عشان نحط بقى بقية الجلاش اللي عندنا. الورقة بسين عشان الورقة في الصينية دي صغيرة، بس هنبتدي بقى برضه ننزل ونكمل بقية اللحمة. حطينا نص لفة الجلاش كده، هنحط بقى اللحمة. بعد كده ايه عشان كده ايه ندعي الدعاء بتاعنا ده كل مرة. اللهم اكتب بنا
العبادة في كل مكان، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. دعاء جميل بنقوله ربنا يبعد عنا كل شر. لينا ولولادنا وجميع أولادنا أولاد الله. تمام. بعد كده خلاص هنحط خلاص كده خلصنا اللفة، وهندهن وش الزيت. بعد كده ايه نقطعها كده. في ناس بيحبوا ساعات لو الصينية كبيرة ممكن اعمل نصها جبنة ونصها ايه ونصها لحمة. نفرق بينهم بس احط ناحية الجبنة حبة البركة عشان اكون ايه اعرف افرق بينهم وانا بغربل. بس كده اللبن ده البيض طبعا اي بيض بنستخدمه في المطبخ حلويات في الاكل بيكون في درجة حرارة الايه المطبخ. نجيب شوية زيت نسقيها، وبعد كده هنسخن الفرن على درجة 180. لما يسخن هندخله فيه. البوتاجاز بيستوي بسرعة جدا، يعني ميكملش من 20 ل25 دقيقة. حتى نص كوباية اللبن على الصينية دي كتير، نحطها على الصينية التانية بس مش مشكلة بقى، احنا عملناها خلاص. يعني المرة الجاية عملتوها لو عملت حاجة صينية صغيرة بقلل نص كوباية اللبن عن كده، هذا الصينية الكبيرة كده كده هتتشرب يعني. افرض ان انا عندي عزومة وعايزة اقفل شغلي بالليل، ممكن اعملها كده واسويها الصبح عشان انجز. ممكن احشي لو انا بحشي محشي برضك احشيه بالليل. لما حبيت بقى عايزة احط ازود القيمة بتاعتها بقى هرش عليها رشة حبة البركة وهتبقى حلوة ان شاء الله. وكده السائل كلها كانت هنا كده هنحطها في الفرن بس. الحمد لله الصينية استوت اهي بسم الله ما شاء الله. ما اقولكمش بقى ريحتها فظيعة. يا رب تكون عجبتكم، يا ريت تعملوها قولوا رأيكم، ما تنسوش اللايك والشير. أه بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلوى محمد.